السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. قبل كل شيء لا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم سنتكلم عن مجموعة المنتخب التونسي، وأيضا في المقاطع القادمة سنتكلم عن منتخبنا المغربي، وأيضا منتخب السعودية والمنتخب الجزائر. كل مجموعة إن شاء الله سنتكلم عن مجموعة في كأس العالم القادم. مجموعة منتخب تونس جاءت في مجموعة قوية، مجموعة صعبة، لكن تونس قادر أن يتأهل إلى الدور القادم إن شاء الله، وقادر أن يقدم مستويات كبيرة. جاء في مجموعة اليابان وهولندا، وأيضا منتخب في الملحق. لا نعرف هذا المنتخب، لكن هناك منتخب سيلعب الملحق وسيتأهل، سيلعب في هذه المجموعة مع منتخب تونس ومنتخب هولندا ومنتخب اليابان. منتخب اليابان من أفضل المنتخبات في آسيا، والمنتخب اليابان في الفترة الأخيرة يقدم مستويات كبيرة. نعم، هناك مباراة بين منتخب تونس أمام منتخب اليابان، والبعض كان يرشح منتخب اليابان للفوز على منتخب تونس. أتوقع في بطولة كينين، يعني أتوقع مرت 3 سنوات أو أكثر، فوز منتخب تونس في هذه المباراة ب3-0. ب3-0. هولندا أيضا منتخب اللي يعود، ومنتخب قوي جدا، خصوصا عندما يلعب في المونديال. ولا ننسى بأن منتخب هولندا وصل لنهائي منتخب في نهائي كأس العالم في 2010، يعني منتخب يصل إلى النهائيات كثيرا، وصل لأكثر من 3 مرات للنهائي. فأيضا منتخب اللي قوي جدا في كأس العالم. تونس أيضا منتخب اللي قوي جدا. وشوف، نتكلم عن منتخب تونس اللي يعتبر أيضا من أقوى المنتخبات تكتيكيا، منتخب اللي لديه لاعبين اللي قادرين يصنعوا الفارق. نتكلم عن منتصر الطالبي، ديلان براون، علي العابدي، يان فاليري، حنبع المجبري، اسماعيل الغربي، الياس الصخيري، الياس سعد، الياس العاشوري، فرجاني ساسي، المستوري. يعني هناك مجموعة قوية اللي قادرة تقدم مستويات كبيرة مع المنتخب. هناك عدة أسماء، عيسى العيدوني، هناك لاعبين اللي قادرين يصنعوا الفارق مع المنتخب التونسي في كأس العالم القادم، وقادر يتأهل. منتخب تونس قادر أن يتأهل، مش يعني مفاجأة، لا لا لا. منتخب تونس لديه القدرة. جاء في مجموعة صعبة. نتكلم عن منتخب اليابان، نتكلم عن منتخب هولندا، نتكلم عن منتخبات قوية جدا، لكن منتخب تونس قادر أن يتأهل. وشاهدنا في كأس العالم الأخير. كأس العالم الأخير منتخب تونس تلقى هدف واحد فقط، هدف واحد، في مجموعة كانت أستراليا والدنمارك وفرنسا، مجموعة أيضا صعبة جدا، لكن تلقى هدف واحد هنا، وكان فاز على منتخب فرنسا. أتوقع هنا نشاهد بأن المنتخب التونسي لديه دفاع قوي جدا، وتحصل على 4 نقاط، لكن لم يتأهل للدور القادم. فمنتخب تونس في كأس العالم في المباريات الصعبة دائما تشاهد هذا المنتخب القوي بصراحة. يعني منتخب تونس في المباريات الصعبة، وشاهدنا في مباراة أمام المنتخب البرازيلي، وشاهدنا في مباريات عديدة، منتخب تونس عندما يواجه المنتخبات القوية دائما يظهر بشكل قوي جدا ويفاجئ الجميع، لأنه أيضا منتخب قوي، وأيضا منتخب قوي تكتيكيا، وأيضا يعتبر من أقوى المنتخبات دفاعيا. فلذلك ننتظر بأن منتخب تونس إن شاء الله سيقدم أشياء كبيرة جدا في المونديال القادم، وسيقدم سيقدم مباريات كبيرة، وسيتأهل وسيذهب إلى أبعد نقطة. وبالتوفيق لمنتخب تونس، وبالتوفيق لجميع المنتخبات العربية إن شاء الله في كأس العالم القادم. هذه هي المجموعة، مجموعة صعبة. اليابان، هولندا، يعني منتخبات قوية جدا. هذا كل شيء. أحبكم في الله.